بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير، وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنعمل الجزء الثاني من غسيل المواعين بالنسبة لحلل المطبخ، وبالنسبة للألمونيا والستانلس ستيل. تمام، احنا هنغسل الحل عادي خالص زي ما غسلنا الكوبايات نكمل كلامنا بالنسبة لملح الليمون يا بنات. يعني انا دي تجربتي بالنسبة لملح الليمون، يعني بلاش يعني بصراحة، لان انا جربته في حاجتين كان بصراحة يعني مش ظريف. اول حاجة انا جربته في براد الستانلس ستيل، يعتبر ان هو اتخرب تمام. تاني حاجة جربته بردك في تنظيف التواليت واللي هي الحنفيات وكده، يعتبر قشر لي الماركة بتاعت حنفية البانيو. فبالنسبة لملح الليمون يعني بلاش ان احنا نستخدمه في تنظيف الاواني، لانه بعد كده بيخرمها. فديت تجربتي مع ملح الليمون. نبدأ بقى نسمي الله ونشتغل. هحط حلة فيها مية على النار، وابدأ احط فيها المكونات دي كلها، وهسقط فيها الحلة بتاعتي لغاية لما تغلي. نشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. جهزت حلة كبيرة يا بنات وحطيت فيها مية تمام لغاية ما بدأت تغلي. اسمي الله. انزل اول حاجة بفنجان الصابون. تاني حاجة هنزل بنفس الفنجان هملاه خل اهي بدأت تغلي. وبعد كده 3 معالق، هوطي شوية عشان ما تخش. 3 معالق صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بالحجم ده كده. بيكنج باودر. شايفين؟ هطفي النار بس شوية. شايفين الفوران؟ مش هحط التالتة غير لما ابقى احس ان المية بدأت تهدى. وهبدأ يا حبايبي اجيب الحلة اللي انا هنضفها. انا طبعا عايزة الاجزاء دي والاجزاء اللي تحت. هسمي الله. انا كده طافية النار. بصوا يا بنات اهي، هحاول احط فيها مية تمام. انا كده اهو اخدت من الميه في الحله الكبيره شويه من الميه ديت، وحطيتها في الحله الصغيره عشان خاطر ايه ما تطفيش خالص. شغل النار. وهسيبها تغلي فوق وانا واقفه عليها. ما تسيبيهاش، ما ينفعش ان احنا نسيب الخلطه ديت على النار اسيبها مثلا واروح اعمل حاجه. لا، هتعملي حله زي كده اهوت، وعشان خاطر تشيلي الدهون والمنظر دوت لازم بتبقي واقفه جنبها تمام، عشان خاطر يا حبيبتي ما تطفيش البوتاجاز او تعمل لا قدر الله حاجه. في حاجه بردك عايزه اقول لكم عليها. الخلطه دي ما ينفعش ان انا اغسل بيها صيني خالص. ليه؟ لان انا قبل كده كنت بغسل الحلل الالمونيا، وحطيت شويه من بيكربوناته في الميه بتاعه الغسيل بتاعتها. وبعد كده كان في طبق فاكهه صيني، فرحت غسلته وانا مش اخده بالي. فببص وانا بدعك لقيت كنت بدعك بالليفه بس من غير سلك ومن غير حاجه في الطبق الصيني. لقيت ان الرسمه نفسها تخرج. يعني الخلطه دي يا بنات قويه جدا، فخلوا بالكم. هوطي النار لانها خلاص بدات تفور. طبعا يعني كلنا في البيت لازم الحله حتى لو دعكتيها هتبص تلاقي فيها اماكن انت مش هتقدري بايدك او بالسلكه توصلي لها. فده يعني بتبقى الحله كلها نظيفه، بتبص تلاقي حته عند الايد، حته عند
المقعده بتاعت الحله بالمنظر ده. فطبعا ديت كل فتره احنا بنعمل يعني الطريقه ديت. هتبص تلاقي الحلل بتاعتك كلها بتضوي جميله جدا. هبدا ارفع النار عليها. خلي بالك اول ما تلاقيها هتبدا تفور قوي بنزل بوطي النار. هنسيبها شويه تغلي وهرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده يا بنات انا نضفت الحله خالص. استخدمت فيها سلك الالومنيوم الناعم اللي انا وريته لكم، واستخدمت فيها بردك السلك الستانلس ستيل الخشن. تمام. كنت حطيتها على النار فتره وبعدين طفيت عليها وسبتها اتنقعت شويه. بقيت اقلب فيها وبعدين كل شويه اخرجها من الميه. تمام. اللي انا حطها على البوتاجاز. طبعا كنت طافيه عليها، يعني انا حطيتها على البوتاجاز قرابه نص ساعه ماشي. وبعد كده هو طفيت عليها ونقعتها من اول النهار. يعني انا عقبال ما خلصت بقى الغدا وحاجه المطبخ كلها مسكتها بليفه المطبخ وبالسلك الناعم والسلك الخشن وقعدت ادعك فيها. ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي المناطق يا بنات اللي هي ديت اللي انا ما كنتش عارفه اوصل لها استخدمت فيها السكينه الرفيعه ديت. النتيجه مبهره وجميله جدا. ده الجزء الثاني من غسيل الاواني. وقلت بردك فرصه غسلت معاها الكنكتين دول. تمام. شايفين الستانلس ستيل ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم بيلمع ازاي ماشي. ده بردك يا بنات عايزه بردك انوه ان ده ممكن يكون جزء من استعدادنا لشهر رمضان. ازاي؟ انا دلوقتي بالنسبه لي المطبخ ده اساسي هنبدا بيه. كل يوم هنعمل حاجه عشان خاطر لغايه لما نوصل شهر رمضان يبقى المطبخ بتاعي A1. لو كل يوم مسكت حله من الحلل بتاعه المطبخ بتاعتك اللي انت حاسه ان فيها ضربات او ديفوهات، زي مثلا الحله ديت، زي مثلا الايد بتاعتها شكلها ما كانش ظريف، القعده بتاعتها كانت يعني فيها اللون الاسود. طبعا اكيد كل واحده فينا كست بيت عايزه مطبخها يبقى يعني زي ما بيقولوا كده عندنا المصريين بيشف ويرف نضيف جدا وزي الفل. مطبخك هو عنوانك. طبعا هتعملي عزومات في شهر رمضان فهتيجي قرايبك وهيجوا قرايب زوجك، فلازم يكون شغلك زي الفل ولازم طبعا مطبخك يبقى جميل ونضيف. فكل يوم لو انت يا حبيبتي عملتي حله او مثلا مجموعه صواني وكده اهوت وظبطيها بالطريقه ديت هتبص تلاقي في خلال 8-9 ايام الستانلس ستيل بتاعك او الالومنيوم بتاعتك او اي حله عندك هتلاقي مجموعه الحلل بتاعتك في فتره 8-9 ايام مش اكتر من كده هتلاقيها بقت زي الفل. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.